تخيل معايا انك قاعد بتقلب في فيسبوك وبتشوف اسم دكتور مشهور جدا متصور مع كبار الفنانين والمشاهير، وبتشوف اعلاناته في كل الشوارع، وفجأة تلاقي الناس كلها بتتكلم عنه، ولكن مش علشان شغله ولا عشان نجاحه، ولكن علشان اتهامات صادمة، اتهامات بالتحرش، واتهامات محدش كان يقدر يتخيلها. ازاي واحد بالشكل ده حياته تتقلب من فوق لتحت في لحظة واحدة؟ وده اللي هنعرفه النهاردة في حلقة الطبيب المصري، طبيب المشاهير. سلام الله على قلبك يا صديقي، انا محمد عزت، ودي حلقة جديدة. قصتنا النهاردة مختلفة شوية لانها بتجمع ما بين النجاح الكبير والفضيحة الاكبر. هنتكلم عن دكتور اسنان بدأ حياته بطموح كبير جدا، وفعلا وصل لدرجة ان هو يتلقب بطبيب المشاهير، لكنه في لحظة واحدة تحول من رمز للنجاح لمتهم واقف قدام القضاء. فتعالوا نرجع مع بعض الاول للسطر ونشوف الحكاية ابتدت منين. سنة 1982 باسم كان لسه شاب متخرج من كلية طب الأسنان. هو في الحقيقة ما كانش مبسوط إن هو دخل الكلية دي، لأنه طول عمره كان بيحلم يدخل طب بشري ويتخصص في الجراحة، لكن مجموعه في الثانوية ما جابش، فدخل أسنان على مضض. فعيلته كلها تقريبا كانت دكاترة بشري وأسماء كبيرة جدا كمان، وهو كان نفسه يمشي على نفس الطريق بتاعهم، ولكن للأسف مجموعه ما جابش ودخل أسنان. رغم الإحباط اللي كان جواه قدر إن هو يثبت نفسه بأي شكل، ذاكر واجتهد وخلص الكلية بتقدير عالي جدا، وبعدها قدم في القوى العاملة، وده ساعتها كان منتشر جدا في الزمن اللي هو فيه ده، واتعين على طول. ومكان تعيينه ده كان في واحدة من المستشفيات الحكومية في الصعيد، وسافر واستقر هناك. ولكن من أول يوم اصطدم بالواقع. الإمكانيات هناك كانت ضعيفة جدا، التعقيم مش موجود تقريبا، وزمايله مش مهتمين بالإجراءات الطبية السليمة، وكل ده خلاه في مشاكل دائمة معاهم. وبسبب المشاكل دي اتحول للتحقيق أكتر من مرة. ومع إن باسم كان عنده صبر في البداية، لكن مرضه بالرب وخلى التعب يزيد عليه، فخد أجازة ونزل القاهرة، وبعد ما تعافى رفض يرجع تاني. هنا بقى عرف إن هو خلاص جاب آخره، فقدم طلب نقل واترفض، فعلى طول مفكرش مرتين وقدم طلب استقالة، وبدأ يدور على شغفه الحقيقي. سنة 1983 اشتغل في عيادة كبيرة جدا في القاهرة، وصاحب العيادة لاحظ ذكائه واقترح عليه ان هو يسافر ويكمل دراسته بره. وبالفعل باسم سافر سويسرا، وهناك لقى نفسه وسط عالم جديد في طب الأسنان، خصوصا في تخصص زراعة الأسنان اللي كان لسه جديد وقتها، وتعلم كتير جدا منه. ورجع مصر متحمس عشان يطبق اللي شافه وتعلمه هناك. وفي سنة 1986 رجع يشتغل في نفس العيادة، وجاله مريض معروف وفاقد اغلب اسنانه، فباسم عرض عليه خيار الزرع، والراجل اتردد جدا لانه كان وقتها كان في اعتقاد في دماغ الناس ان الزرع ممكن يسبب السرطان، ولكن في الاخر وافق، وباسم عمل له العملية وزرع له 8 اسنان في الفك السفلي. والغريب ان العملية نجحت نجاح ساحق، وبعدها بشهور عمل له الفك العلوي، ومن هنا بدأ اسم باسم يلمع. فالنجاح ده بقى كان بداية شهرة كبيرة جدا، وهنا الصحافة بدأت تكتب عنه والناس اتكلمت، وبعدين جات له شركة أجنبية متخصصة في مجال زراعة الأسنان ورشحوه يكون ممثل ليهم في لبنان. ليه؟ لأنه كان مش بس شاطر، لأ كمان بيتكلم 3 لغات. فسافر واشتغل معاهم وكمل دراسته في نفس الوقت. وبعد رجوعه لمصر حياته اتغيرت 180 درجة، اتجوز وخلف طفلين، واشترى شقة كبيرة جدا في عمارة محترمة جدا في الدقي، وفتح عيادة في نفس العمارة، وعمل معمل خاص بيه، وكون فريق من الشباب الأطباء علشان يدربهم بإيده، وكان بياخد ولاده النادي ويوريهم العمليات ويغرس فيهم حب المهنة من صغرهم، لدرجة إن هم فعلا دخلوا أسنان وكملوا بعده. المهم يا صديقي، نجاحاته فضلت تزيد، فروع جديدة في التجمع الخامس والشيخ زايد، وأجهزة متطورة جدا، وبدأ ياخد جوائز من مؤسسات دولية ولقاءات في التلفزيون، وقناة على اليوتيوب بينزل عليها فيديوهات توعوية. الإعلام بدأ يلقبه بقى بإيه؟ بطبيب المشاهير، وصورته بقت في الشوارع وفي كل مكان تقريبا، والناس كلها بقت عارفة مين هو دكتور باسم. لحد ما في يوم نزل بوست على السوشيال ميديا، والبوست ده بقى مش من أي حد، ده من فنان كبير جدا ومعروف. وفي خلال البوست ده بقى حكى إن هو من أكتر من 30 سنة كان في نادي الجزيرة، وبالتحديد في أوضة تغيير الملابس، وفجأة لقى دكتور باسم بيقتحم عليه الأوضة وبيحاول يلمس جسمه من منطقة حساسة، ورد فعل الفنان كان حاسم، وبسرعة زقه وضربه، والموضوع قلب بخناقة بينهم. ولما صوتهم بدأ يعلى أعضاء النادي اتجمعوا على صوت الزعيق بتاعهم، والموضوع انتهى على كده. بدايتي معاه
انه في فيستيار نادي الجزيره عمل معايا نفس الحاجه بالظبط كده، وهو اللي عمله معايا ايه؟ ما هو يا يتلصص عليك وانت بتستحمى، يا اللي انا بتكلم عليه بقى، انا سيبك ان اسوأ شيء حصل في العيادات. انا اللي حصل معايا ايه بقى؟ انه وهو جنبي كده يقوم جايب جنبي، يقوم مادد ايده محسس على عضو التناسلي مثلا. وبعد سنين في الغردقة الفنان ده شاف الدكتور باسم تاني، وكان واضح ان هو بيحاول يقرب منه، لكن السيناريست والممثل ده تجاهله تماما، لحد ما حصل الموقف اللي خلاه يخرج عن صمته ويكتب البوست اللي نزل في يونيو 2020. الفنان كان بيزور صديق ليه في عمارة بمنطقة الدقي، وصديقه ده شقته كانت في الدور التاسع، وبعد ما انتهت الزيارة خرج وركب الاسانسير، بس الاسانسير وقتها كان واقف في الدور التاني، والفنان بقى فجأة لقى نفسه قدام الدكتور باسم. فجأة بيدخل الاسانسير، واول ما باسم شافه ابتسم وقرب منه، وفي اللحظة دي الدكتور باسم قال للفنان عبارات خادشة للحياء، والفنان بدون ما يفكر ضربه بكل قوته، وهو بيقول له ازاي لسه مكمل في افعاله القذرة دي وبعد اكتر من 30 سنة. الغريب ان رد فعل الدكتور وهو بيتضرب كان غامض جدا، وكانه مستلذ بالضرب ده. الفنان بقى قرر ان هو ما يسكتش تاني، وقرر ان هو خلاص لازم يتكلم، وبعد مرور شهر من الواقعة الاخيرة اللي تعرض لها كتب بوست وحكى فيه حقيقة الدكتور باسم اللي العالم كله شايف ان هو طبيب المشاهير. ومش بس كده، ده كمان قدر يجمع معلومات كتيرة جدا عنه، وعرف ان هو ليه اكتر من 50 سابقة جوه نادي الجزيرة، واشهرهم كانت واقعة شاب من ذوي الهمم باسم اعتدى عليه جنسيا، ولما الامر اتفضح والموضوع اتعرف، الموضوع تم التستر عليه، واتنقل الشاب ده من مكان شغله في النادي لمكان تاني. ولكن خليني اقول لك ان بعد ما اتنشر البوست التعليقات كترت عليه، ده غير الرسائل اللي جات للفنان على الخاص، اللي فيه بعض المصادر بتقول ان هم كانوا اكتر من 120 رسالة، وكانت معظمها بتحكي حكايات اقل ما يقال عنها ان هي قذرة. من ضمنها رسالة من فنان ومغني معروف جدا اتصل بالسيناريست اللي كتب البوست وحكى له اللي حصل معاه، وبعدها خرج المغني بفيديو وقال فيه على كل اللي حصل معاه. المغني قال ان هو لما كان عنده 22 سنة وقت ما كان خاطب، كان كل جمعة بيروح يزور خطيبته في بيت اهلها، وهناك اتعرف على باسم وعرف ان هو نوعا ما يعتبر الدكتور بتاع العيلة، وكان اللقاء الاول ما بينهم لطيف جدا. بعد فترة المغني ده واجه مشكلة في ضرسه، وكان بيتعالج عند الدكتور الخاص بتاعه، بس للأسف الدكتور ده ما كانش كفاءة، فحصل منه خطأ طبي ونتج عنه مشكلة كبيرة جدا في الفك الخاص بالفنان، وتسبب في ضرر كبير جدا للفنان. فخطيبته وقتها نصحته ان هو يروح للدكتور باسم، لان هو بيتعاملوا معاه من زمان وشاطر جدا. وفعلا المطرب راح له في العيادة بتاعته اللي في الدقي، واثناء الكشف باسم كان بيدردش معاه، والمغني كان بيرد عليه بتلقائية، بس لما شكل الأسئلة بقى اتغير وحس إن هي فيها تلميحات جنسية، المغني بدأ ينتبه وما بقاش بيرد عليه. وبعد شوية الدكتور باسم قال له إن هو لازم ياخد حقنة بنج في العضل، فالمغني ده بقى وافق وكشف عن مكان الحقنة. كنت لسه خاطب وانا عندي مش عارف تقريبا 22 سنه او حاجه زي كده، ورحت دكتور سنان بيخلع لي ضرس، كسر لي حاجه في الفك، وفضلت بتاع 3 ايام بنزف، والراجل قفل التليفون وبتاعه، كان لازم يتعمل لي عمليه بسرعه. فكان في دكتور تبع عيله خطيبتي، راجل متجوز ومخلف اسمه باسم سمير، كنت دايما بقابله كل يوم جمعه كده، بيجي يتغدى معانا مع العيله ومش عارف ايه بتاعت خطيبتي ساعتها. وخطيبتي يعني كلمته بتبعيه ان هو يعني زي فاميلي دكتور يعني. وقال طب انا هفتح له العياده بتاعتي، ساعتها كانت في المهندسين او في الدقي، وهو الدكتور بتاع الفنانين ومش عارف ايه، المفروض يعني الراجل دي سمعه وشاطر يعني بتاع. فرحت وخطيبتي قاعده بره، وابتدى كده يسالني اسئله غريبه، وانا فعلا كنت بقى كمان 3 ايام بنزف. يعني الناس اللي هم دكاتره السنان هيفهموا انا بتكلم في ايه، كان بيطلع لي حاجه كده مش دم، حاجه عامله زي الكبده كده بتطلع لي في سناني، كنت دايخ اصلا من القصه دي. والراجل ابتدى يتكلم كلام غريب ويسالني انت بتقرف تبوس او تتباس، طب انت مش عارف ايه، قعد يسالني اسئله غريبه جدا وانا مش مركز خالص ومش مخون خالص. وبعدين بيقول لي انت لازم تاخد حقنه عشان بنج عضل يعني، ونزل البنطلون. فانا يعني فتحت البنطلون كده، نزلت الحته اللي الواحد ياخد فيها الحقنه، راح فاتح البنطلون وماسكني من كل اللي قدرت اعمله ان انا ازقه واقول له انت طبعا في خياطه في بقي، في عظمه مكسوره. عرف ان هو الدكتور باسم بيتحرش بيه، فاول ما المغني ده قال له انت بتعمل ايه، على طول الدكتور اتهمه بالجنون، وان هو اكيد مش في وعيه بسبب التخدير، وان هو اكيد فهمه غلط، لدرجه ان الفنان الشاب ده بدا يشك في نفسه، فحاول يقنع نفسه بان ده تهيؤات. المهم الموقف عدى والمغني مشي ورجع البيت، ولما وصل حكى لبعض الاشخاص المقربين منه على اللي حصل معاه، وكان ردهم انه مستحيل شخص زي ده يطلع منه فعل زي كده. فالفنان ده مسكتش لحد هنا، وراح برضه كلم اهل خطيبته على اللي حصل من الدكتور بتاعهم. فاهل خطيبته كلموا الدكتور وقال ان هو دي اتهامات باطله
وان هو ازاي يتكلموا معاه في حاجه شبه كده اصلا، وان هو مش هيروح لهم تاني. هتقول لي بقى ايه اللي خلى الفنان ده يتكلم بعد السنين دي كلها؟ المغني حكى ان هو في مره بعد مرور سنين كتيره جدا كان على الطريق الدائري ولقى لوحه اعلانيه كبيره جدا فيها الدكتور باسم وكان مبتسم. هنا الفنان ما حسش بنفسه، ركن العربيه وافتكر كل حاجه حصلت معاه، ولكن حاول يتخطى الموضوع وروح. ولكن بالصدفه لقى البوست اللي كان نشره الفنان والسيناريست المشهور اللي ذكرناه من شويه. هنا بقى قرر ان هو يخرج عن صمته وان هو لازم يتكلم. فهعرض لكم جزء من المقطع دلوقتي اللي اتكلم فيه الفنان وختم كلامه بان احنا لازم نتكلم وما نسكتش علشان نوعي كل الناس. الراجل لازم توقف وانا بعترف ان الموضوع تقيل جدا على الراجل. فملخص القصه كلها، اوعوا حد يقول ليه البنت بتتكلم دلوقتي وايه اللي وداها هناك وايه الكلام ده كله. انا بقول لكم انا راجل بعرف ادافع عن نفسي كويس جدا، ولما حصل لي موقف زي ده تهت، ولما شفت صوره الراجل جالي حاله من الهلع. يعني هقول انا ركنت وقطعت خلاص. انا برضو مش عايز اقول اسم لحد ما الناس تقول لي شهادات شخصيه عشان نروح نوقفه عن العمل ونشوف ايه الاجراءات. لكن طبعا انا ما اعرفش بصراحه اعمل ايه، اروح اقول حاجه حصلت من وانا عندي 22 سنه غريبه. بس انا بحاول اتصرف صح، بحاول اخلي الموضوع مش عليا، وبحاول مش قادر. انا مش قادر مشاكل تاني، بس برضه دي مسؤوليه ان انا لازم اتصرف في الموضوع ده، ولازم اوصل الرساله بتاعتي يا جماعه الله يكون في عون البنات اللي ما بتعرفش تتكلم ولا بتعرف تتكلم مع اهلها. فخلينا اكمل لك اللي حصل. وقتها الدكتور باسم خرج ببوست وقال ان انا بتعرض لحمله تشويه ممنهجه، واللي بيحصل ده كله كذب وافتراء، وان هو هيرد عليهم بالقانون. ولكن وقتها الناس ما اقتنعتش، وبدل ما الموضوع يهدى اللي حصل العكس، الهجوم زاد عليه جدا. وفي نفس الوقت تم تقديم بلاغات من السيناريست والمغني وثلاث اشخاص تانيين، والنيابه العامه بدات تحقق في البلاغات دي. وفي اثناء التحقيقات واحد من الشباب الثلاثه اللي قدموا البلاغ قال ان هو كان بيشتغل مندوب في شركه وراح عياده الدكتور باسم وقابله، واثناء الكلام معاه باسم كان بيبص على جسمه وظهر عليه ان هو معجب بشكله. ولما الشاب قال له ان هو لاعب كوره في فريق درجه ثالثه وان هو محتاج فرصه علشان يثبت نفسه كلاعب عنده مهاره، باسم شجعه قال ان هو يقدر يساعده بسبب علاقاته. وفجاه الموضوع اتغير وباسم بدأ يحاول مع الشاب ده. هنا بقى الشاب ده اتخض وزق باسم وعلي صوته وخرج بسرعة من عنده. فبعدها بأيام اتفاجئ الشاب ده ان الدكتور باسم بلغ الشركة اللي هو شغال فيها ان هو سرق من عنده ساعة. ووقتها ظهر شهادة تانية وضحية جديدة، وهو دكتور شاب كان بيشتغل عند باسم في سنة 2018. وقال ان هو في يوم من الايام وهو لما كان موجود في عيادة الدقي بتاعت الدكتور باسم قابله وامره ان هو يغير هدومه فورا. فالدكتور الشاب استجاب ودخل فعلا اوضه تغيير الملابس علشان يغير هدومه، ولكن اتفاجئ ان هو بيغير هدومه الدكتور باسم كان واقف جنبه وبيلمس جسمه. فالشاب رفض اللي كان بيحصل معاه ده وكان هيزعق. وفي الوقت ده باسم هدده وقال له ان هو لو فتح بقه هيفضحه عند اهله وهيلبسه مصيبه. ومش دول بس كمان اللي اتكلموا، ده حتى كان في ضحيه تانية كمان قالت ان هو كان مريض عند باسم، بس للاسف بيقولوا ان هو الدكتور باسم قدر يأثر عليه وعمل معاه علاقه بالاكراه. وبيقول كمان ان هو صوره، وبعد ما صوره فضل يهدده، علشان كده الشاب خاف واستجاب لطلباته. وكل ما كان باسم يحتاجه كان بيتصل بيه والشاب بيروح له ويعمل اللي هو عايزه علشان ما يفضحوش. هنا الشاب كان بيقول ان هو كان مرعوب من تهديداته، والعلاقة استمرت ما بينهم لمدة 3 سنين كاملين. وبعد سماع الشهود وجمع الأدلة وظهور فيديوهات لباسم مع ضحايا في أوضاع مخلة، القضية اتحولت للمحكمة. وفي الوقت ده باسم اختفى تماما عن الانظار. وفي نفس الوقت ده بقى اهله عرضوا على الضحايا مبلغ 10 مليون جنيه في سبيل ان هم يتنازلوا عن حقوقهم القانونيه، بس مفيش حد من الضحايا اللي تم التحرش بيهم او الاعتداء عليهم وافق على العرض ده، ومحدش منهم اتنازل عن القضيه. وبعد القبض على المتهم وفي بدايه جلسات المحكمه، باسم طلب ان الجلسات تكون سريه لان هو شخص معروف ومشهور. وبالنسبه للمحامي بتاع باسم ساب القضية واتنحى عن القضية، وجه محامي تاني وتولى فيها الدفاع عنه. وبعد شهور وبمواجهة باسم بكل الأدلة والاتهامات الموجهة ضده ما قدرش ينكر، واعترف بكل حاجة وقال وقتها ان هو عنده اضطراب نفسي وسلوكي. وبعد اعترافات المتهم وفي يوم 15/7 سنة 2021 صدر الحكم حضوريا بمعاقبة الدكتور باسم سمير ناشد عن كل التهم الموجهة إليه من كل الضحايا. والحكم كان إيه بقى يا صديقي؟ والحكم أهو. حكمت المحكمة حضوريا ومعاقبة باسم سمير ناشد فهمي أولا السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى. ثانيا السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية. ثالثا السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الثالثة. رابعا السجن المشدد لمدة 7 سنوات عن التهمة الرابعة.
عذبات محمود اجتماعيه رفعت في النهاية الحقيقة مهما اتدفنت بتظهر في الآخر، ومهما كان الشخص كبير أو مشهور أو حتى واصل، ولو استغل مكانته في أذى الناس أكيد القانون هيقف له والمجتمع مش هيسامحه. أهم حاجة ما نسكتش على الغلط، لأن السكوت بيدي فرصة للشر إن هو يكبر. وخليك دايما واقف مع الحق حتى لو كان قصاد اسم تقيل، خليك إيجابي. في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم. لو أنت أول مرة تشوفني أنا محمد عزت وده برنامج تحقيق. يا ريت لو عجبتك الحلقه تحط لايك بتاعك الجميل وتقول لي رايك في كومنت، ويا ريت الشير، لان الشير ده صدقني بيدعمني جدا جدا. هو مش هياخد منك وقت، تك الزرار بس صدقني هتفرق معايا جدا. وبس كان معاكم محمد عزت، اشوفكم القصه الجايه وتصبحوا على خير.